السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ طالعين بقى مع الزرع بتاعنا اللي على السطوح. ماشي، هننضف الزرع ونروقه كده ونوضبه ونشوف ايه اللي هنشيله وايه اللي هنسيبه. تمام بالشكل ده كده. انا بقى إيه يعني زي ما تقولوا كده، انا من النوع اللي بيحب الزرع جدا 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 جدا. تمام. هتلاقيني زرعه اغلب الحاجات، وان شاء الله قريب هتلاقيني زرعه. هجيب البتنجان وهجيب الفلفل. برضو كان زرعاه يعني الفلفل، بس لسه هجيب زرعه كمان. وزرع ايه ال الفلفل والبتنجان. تمام. هنا بقى انا زرعه هنا الفلفل. بصوا المنظر. اه ده الفلفل بتاعي مزروع على الزرع على السطح. انت ممكن تعملي في على سور البلكونه، في حته صغيره عندك، ممكن في المطبخ على فكره، في شباك المطبخ، شباك البلكونه، في البلكونه تعملي زرع جميل. تزرعي شبت وتزرعي كزبره وتزرعي بقدونس وتزرعي فلفل. تمام. او الفلفل مزروع على السطح اهوت في قصريه. شوفوا القصريه بتاعته قد ايه، قصريه اهيت، وطلع فيها الفلفل اهي الجميل اهو. ده الفلفل ده اللي هو القرناقوطي الحامي. تمام. هيحمر لسه اهو زي ما انتم شايفين كده. مش عارفه انتوا كده واضحه لكم الصوره ولا لا. اهوت الفلفل اهو. تمام. جميل ازاي وحلو، وفي وسط الزرع كمان يعني معاه زرع تاني. ماشي. ودي برضو قصريه اللي هي بيقولوا عليها نور الصباح، اللي هي بتنور بالنهار وبتيجي بالليل تقوم ايه مظلمه. ودي برضو بتطلع ورده موف او بامبا او بيضه. هي لسه ما طلعتش، بس انا مش عارفه ان زرعها من اي حاجه. ماشي. دي برضو اسمها ايه، عطر الياسمين او حاجه زي كده. تمام. برضو دي بتطلع ريحه جميله جدا 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 برضو. انا ما بعرفش في اسماء الزرع قوي يعني، عشان ما افتيش وما اقولش حاجه انا مش واثقه منها. طبعا لا غنى عن ده في قلب البلكونه عندك او في المطبخ. ايه هو ده؟ ده اللي بيتحط مع المحشي وبيتحط في صينيه البطاطس. واو، تحفه تحفه. كل صينيه البطاطس، كل المحشي تحفه. ايه ده؟ شوف انا مجرد ما هزتها الريحه يعني مش ممكن. ده الريحان. ماشي. انا باجي اقوم قاطفه 3 4 ورقات ريحان، واقوم غسلهم كويس جدا ومخرطاهم مع الشبت والكزبره مع صينيه البطاطس او صينيه او حله المحشي. تمام. برضك مزروع معاه زرعه اهي في قصريه صغيره. يعني انت ممكن بعلب الحلاوه الطحينيه. انت عندك علب حلاوه طحينيه، بتجيب الحلاوه الطحينيه طبعا بتاكلوها ولا ما بتاكلوهاش؟ اكلها انا، ما علينا. بتجيب علبه الحلاوه الطحينيه، جردل بتاع بويه، جردل بتاع جبنه، جردل بتاع مخلل، وتحط فيه شويه رمل وشرب. وفي شرب بيتباع على فكره في محلات الزراعه والحاجات دي. تمام. دي بيقولوا عليها كف الملك، بس جميله جدا برضو، بتطلع ريحه حلوه. والله لو معانا حد من بتاع الزراعه يقول لي دي اسمها ايه، ويبقى كتر خيره ويقول لي اسماء الزرع ده، وانا ايه اسجله عندي عشان ابقى عارفاه برضك يعني. تمام. اهوت الزرعه اللي انا قلت لكم عليها ديت التقوي بتاعها. مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. التقوي دي التقاوي لما تنشف بلمها وبجمعها يعني، وباخدها احطها في كيس وعينها. طبعا اما ده بينشف بطلع اللي هي ده اهي. ده التقوي، دي الشجره بتاعتها اللي هي التقاوي بتاعتها اللي انا وريتها لكم دلوقتي. دي التقاوي. تمام. باخدها وبزرعها بتطلع منها دي. هوريها لكم هي لسه طالعه نبته صغيره، لان انا زارعه منها دلوقتي. تمام. شايفين الورده اللي لسه القنونه دي، اللي هي لسه راح تفتح الجميله الحلوه دي. تمام. تمام. اهوت الزرع ده مش ممكن بيعمل ريحه. تهزيه كده بيعمل ريحه، تخلي ريحه السطح ده كده مفحفح كده، وتحبي تقعدي على السطوح ما تمليش، او تقعدي في البلكون. ماشي. اهو برضك هنا اهو. يعني انا مدمن الزرع بصراحه يا جماعه. برضك عندنا الورده دهيت. دي بهديها لاخواتي وحبايبي كلكم. كلكم حبايبي، كلكم اخواتي، وبحبكم في الله، والله اعلى واعلم كمان. دي ورده جميله جدا شايفين اهيت. برضك معانا واحده لسه هتطلع اهي. برضك مش عارفه انتوا شايفينها كده؟ ايوه شايفينها. تمام. اهو برضك، وده اللي طلع وخلص. ماشي بالشكل ده كده اهوت. ومزروعه في ايه، في جردل برضك. يعني انت ممكن تعملي البلكونه بتاعتك، ممكن في اوضه دي اللي ايه اللي كسرها يا ولاد، خراب ابيض يا ولاد يا خرابي. بزعل عشان حاجه تتقطع من الزرع بصراحه اللي قطعها.
شوف الشبت اهو، ده الشبت اهو مزروع في مزروع في جردل، فاهمني؟ شفتوا الزرعه اللي بقول لكم التقوي بتاعتها اهي مزروعه، شوفي اهي، شايفينها صغنونه لسه طالعه ازاي اهو، تمام اهو، شايفين؟ وبعد كده بشتله بقى، بشتله يعني ايه بشتله؟ يعني باخدهم واوزعهم على جرادل تاني. يبقى وده بقى مش هقول لكم دي ايه، مين اللي هيعرفها؟ بجد 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 لو ما عرفتهاش تبقى ازعل منكم، وبالذات بتوع دول العرب، دول الخليج اقصد، تمام؟ ديت زرعه بنحطها في الاكل بتاعنا، وخصوصا المشويات، تمام؟ هسيبكم وارجع لكم في اخر الفيديو اقول لكم هي ايه، ماشي؟ تمام. معايا هنا برضو كنتوا شايفين العلبه دهيت، دي علبه بتاعه طقم صيني جاي في عزال عروسه، ماشي؟ فجبناها وحطينا فيها الشرب، وزي ما انتوا شايفين كده زرعنا اهي فله، اللي هو الفل ده، اللي هو الفل، شايفينها اهي، اللي هي الفله دي، ماشي؟ وزارعين فيها، زارعين فيها ايه؟ زارعين فيها كزبره، بقدونس، بقدونس، ماشي؟ لاننا عندنا تقول بقدونس. بتعملي ايه بتقول بقدونس؟ بنغليه وبنشربها على الريق الصبح عشان بينضف المثانه وبينضف الكلى، وجميل جدا جدا وصحي، تمام؟ اهو زي ما انتم شايفين الزرعه برضو اللي قلت لكم عليها اللي هي التقوي اهي، شايفينها ورده ولسه مطلعه قانونه ازاي اهي، تمام؟ اهي بناخدها نشتلها في اماكن تانية. طبعا معانا هنا الفلفل الرومي برضو كان زرعاه اهو، ماشي؟ فلفل الرومي اه، شايفين الزرعه عامله ازاي؟ شكلها خطير وتحفه، ماشي؟ ممكن تجيبي واحده زي دي وتحطها في البلكونه، تزرعي فيها الشبت، تزرعي فيها البقدونس، تزرعي فيها ورد، تزرعي فيها ريحان، تزرعي فيها نعناع، اي حاجه تزرعيها هتدي منظر جمالي، وفي نفس الوقت هتعمل ايه؟ هتعمل شكل حلو قوي قوي عندك على السطوح، وتخلي لك السطح تعمل لك قاعده جميله جدا 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 على السطح. هنا بقى عندنا اللي هي لا لحظه بس هقول لكم على حاجه انا نسيت اقول لكم عليها، لا اله الا الله، ديت اسمها روزميري او اكليل الجبل، برضو زرعاها عندي، وبطلع اخد منها اقطف منها الوردات بعد الورقات كده، واخرطهم على الفراخ المشويه او اللحمه المشويه. طبعا دول الخليج عارفين اكليل الجبل وعارفين ايه بيتعمل في ايه، تمام؟ ده الزرع بتاعي برضك قبل ما نقفل كده، لان انا هوضب الزرع وبديكم صوره اخيره. دي صباره، شوفوا سبحان الله، سبحان الله فعلا والله، بجد 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 سبحان الله. يعني في الصباره دي اللي هي كلها شوك، عارفين الشوكه بتاعتها صعبه جدا جدا جدا، يعني لو انت زرعها عندك خلي بالك من اولادك ومن ايديك. شوفوا مطلعه ورده شكلها تحفه، سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان الله. يعني في وسط الشوك والألم والوجع بتلاقي حاجة حلوة، حاجة بتنور طريقك، ماشي؟ وديت كبرت ونشفت وخدنا التقوى بتاعتها فقطفناها، فشوفوا بصوا طلعها ايه، ما رميناهاش كلها، طلعها اهي، اهي برضو التانية جنبها اهي بنفس الطريقة، ماشي؟ هنا اهي زي ما انتم شايفين برضو، شايفين الجردل، شوفوا العلبه قد ايه، حاطين فين منها التقوي بتاعتها اهو، لسه بادئ يطلع صغير خالص اهوت، تمام؟ اهوت طالع هنا اهو. دي بقى برضو اللي هي بتلف دي جميله برضو، يعني لو حد معانا من بتوع الزراعه يقول لنا ديت اسمها ايه، تمام؟ وده الزرع بتاعي على السطوح، و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو تكتبوا لي، وشكرا لكم. ولو عرفتوا اسم الزرع اللي هو اسماء الزرع يعني يبقى شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم فاطمه الجندي لقناه فاطمه الجندي.